الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، التاجر الحاذق هو الذي يستغل المواسم ليزيد من أرباحه. وشهر رمضان شهر البركات والخيرات، شهر مضاعفة الأجور والحسنات. وقد خص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بنزول القرآن، فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فشهر رمضان شهر القرآن بامتياز، ولذلك كان السلف الصالح إذا دخل شهر رمضان يتركون كل شيء ويقبلون على كتاب الله تبارك وتعالى خاصة، وعلى العبادات عامة. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يختم القرآن في رمضان في 3، ويختمه في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة. وكان الزهري شيخ مالك رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان يفر من مجالسة أهل العلم وقراءة الحديث، ويقبل على قراءة القرآن. وكان يقول: إذا دخل شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن الحكم: كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان يفر من قراءة الحديث ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكذلك كان سفيان رحمه الله تعالى، كما نقل ذلك عبد الرزاق عنه، قال: كان إذا دخل شهر رمضان ترك جميع العبادة وتفرغ لقراءة القرآن من المصحف. فكان السلف الصالح إذا دخل شهر رمضان يتركون كل شيء ويقبلون على عبادة الله جل وعلا عامة، وعلى قراءة القرآن خاصة. فكانوا يقبلون على قراءة القرآن ومدارسته ومعرفة أخلاقه وأحكامه. ونحن اليوم نشتغل بالفوازير وبالمسلسلات الهابطة وبالأفلام الساقطة وبالكاميرا الخفية وغيرها من الأمور التافهة. والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فشهر رمضان شهر كتاب الله عز وجل،